وقفنا في جزئنا اللي فات عند ليزانا لما كانت متضايقة من اللي جيرمي عمله في الحفلة، وإن هو فضح للإمبراطور علاقة والدها الماركيز سيوس بعيلة درويد، وأمرت خادمتها ليلى بإنها تحبس والدها في غرفته وما تسمحلوش بالخروج إلا بإذنها، وأمرتها كمان بإنها تتحرى عن اللي كانت إليجا بتعمله طول فترة غيابها، وإذا كانت بتعرف السيد درويد وبتتقابل معاه ولا لأ، وفكرت بلقم إن هما لو كانوا بيعرفوا بعض فهي بكده هتقدر تتخلص منهم هما الاتنين مرة واحدة. تاني يوم بياخد لومونت إليجا للمكان اللي هيكون مقر عملهم، وقال لها إن روزالين شافت المكان وأخدت بعض الأزهار، وقال لها إن الطلب على العطور زاد وقيمته زادت بفضل الإمبراطور اللي طلب إن هو يجرب العطر، فبتفرح إليجا جدا بالأخبار. بعدها بلغ لومونت بإن الصحف نشرت خبر إن الماركيز سيوس كان بيتقابل مع الدوق درويد بسبب مشروع خاص بمنجم الإمبراطورية اللي كان من 10 سنين، وإن هما اتقابلوا لتسوية أموره، وقال لها إن بالرغم من كده ففي بعض النبلاء انقلبوا على الماركيز سيوس، فأمرته بإن هو يجمع المعلومات عن النبلاء دول ويحاول إن هو يتحالف معاهم. وسألها لومونت عن سبب حضور السيد درويت للحفلة، فقالت له إنها هي اللي دعيته، بس هي ما كانتش نيتها أبدا إن هو يكشف أمر والده والماركيز سيوس، لأنها أصلا ما كانتش تعرف إن هما بيتقابلوا. وسألته عن رد فعل النبلاء بعد ظهور جيرمي درويت، فقال لها إن هما قالوا إن هو ظهر واختفى كان مذنب، فأمرته بإن هو يوقف أي حد يتكلم بالسوء عنه، وقال لها إن النبلاء وصل لهم انطباع جيد بمدى ثراء عيلة كروفت، واقترح عليها بإن هما يحاولوا يوصلوا الفكرة للعامة كمان، فعجبتها الفكرة وسألته عن الطريقة، فاقترح بإن هما يقدموا التبرعات لدور الأيتام لأنها بتحظى باهتمام قليل. ففكرت بإنها من وقت ما كانت إمبراطورة وهي مش بتثق في المعبد، وللسبب ده فهي عاوزة تتبرع لدور الأيتام بشكل مباشر، فحذرها لومونت بإن أكيد المعبد هيتضايق لو هي اتخطتهم. بعدها قال لها إن في معلومة وصلت له، وهي إن الماركيز سيوس بيتقابل مع كبار السحرة، وإن هو راح لبرج السحر واتقابل مع سحراء الماء، ففكرت بإن سحر الماء هو أضعف سحر على الإطلاق، وخمنت إن هو أكيد ما عندهوش أي أهداف عسكرية، وأمرته بإن هو يتحرى أكتر عن الأمر. وبنروح للقصر الإمبراطوري، وبيتقابل ريموند مع الماركيز سيوس اللي بيأكد له إن هو اتقابل مع الدوق درويت لمناقشة العقود المشتركة ما بينهم الخاصة بالمنجم اللي تم التعاقد عليه من سنين طويلة. ففكر ريموند بإن هو ما عندوش أي دليل يثبت محاولتهم لتمردهم عليه، وفكروا سيوس بإن هو جد ولي العهد وإن هو مش ممكن أبدا يتآمر ضده، وقال له إنك تقدر تقتلني حالا لو بتشك فيا. فبيبتسم له ريموند بلقم وبيتظاهر بإن هو مصدقه، وقال له إن هو بيسامح مرة واحدة بس. لكن بعد ما بيخرج سيوس من عنده تعبيراته كلها بتتغير وبيقول إن هو مش مصدقه أبدا. وهنا بتوصل لعنده روزالين سيلين وبتقدم له التحية، وبنعرف إن الإمبراطور هو اللي دعاها لعنده وقال إن هو عاوز يتكلم معاها عن والدها الماركيز سيلين. فبتخاف روزالين وسألته إذا كان هو أخطأ في شيء، لكن هو طمنها وقال لها إن هو بيأدي مهامه بمهارة في الشمال، وبلغها بإن هو قرر إن هو يرجعه تاني للعاصمة. فبتتفاجئ جدا روزالين من كلامه وبتفكر بإن النبلاء المنفيين للشمال مش بيرجعوا للعاصمة أبدا غير في حالة الموت، وبتبدأ تبكي من الفرحة. وبيأكد لها ريموند إن هو أصدر قرار رجوعه وإن هو هيرجع الأسبوع القادم، فبتنزل على ركبتها قدامه وبتفضل تشكره، فبيرفض منها إنها تعمل كده. وبنعرف إن والدها راجل حر ومحدش يقدر يحط سكين على رقبته، وبالرغم من تهمة التهرب بالضريب المنسوبة ليه فدي ما كانتش غلطته هو، لكنها كانت غلطة رئيس خدم عيلته. لكن بعد الحادثة تم انتقاده هو بصفته رئيس العيلة، وهو نفسه حس بذنب كبير لأن هو ما قدرش يسيطر على الأمور، وده خلاه يترجى الإمبراطور إن هو يعاقبه بإرساله للشمال من قبل حتى خضوعه للعقوبة. وفي البداية ريموند رفض، لكنه أصر وقال له إن هو هيتنازل عن لقبه لو هو ما وافقش إن هو يرسله للشمال. فما كانش قدام ريموند أي اختيار غير إن هو يوافق، وعهد إليه لمهام كتير هناك وهو كان قد مسؤوليتها. وبعد فترة بدأ يعرف أمور ما كانش مهتم بيها بالسابق، واتسأل هل الماركيز سيوس دخل في اللي حصل معاه، ولاحظ إن المشكلة مشابهة لقضية الدوق كروفت. وفي النهاية قال ريموند لروزالين إن والدها يستحق المكافأة لأن هو حقق استقرار ملحوظ في الشمال، وقدم لها اعتذار رسمي مكتوب لأن هو اتجاهل الأمر لفترة طويلة. فبتتفاجئ هي بالاعتذار وبتفرح بيه جدا، وبلغها كمان بإن هما هينتقلوا لقصر جديد هدية منه للماركيز. وقبل ما تمشي روزالين من عنده طلب منها إنها تهتم بإليجا وإنها تساعدها علشان ما تحسش بالوحدة لأنها أصبحت أقرب شخص منها حاليا، فأكدت له روزالين إنها هتعمل كده بكل سرور. وبنروح لقصر درويت، وكان الدوق درويت بيوبخ جيرمي وبيضربه لأن هو ظهر قدام الإمبراطور وتصرف بغباء، وسأله إذا كان هو عارف نتيجة اللي هو عمله. فقاله جيرمي بثقة إن اللي هو عمله كان تحذير للماركيز سيوس من إن هو يقلل من شأن عيلة درويت، فما فهمش والده كلامه. فقاله جيرمي إن هو انتشل العيلة المنسية من القاع للسطح، وقاله إن مر 10 سنين من وقت الانقلاب، وأكد له إن العيلة درويت تاريخ كبير وأحقية أكتر من الأمير الغير شرعي، وسأله لإمتى هنفضل عايشين في الظل كتابعين، وإن هم لو استمروا مختبئين فمش هيقدروا إن هم يرجعوا فخر العيلة أبدا. فبدأ يفهم الدوق قصده وسأله هو ناوي يعمل إيه. فقاله جيرمي إن هو مش هيسيبهم يستغلوهم ويتعاملوا معاهم كأنهم خدم عندهم، وقال له إن هو بالرغم من إن هو ما توقعش حضور الإمبراطور بس هو مش نادم أبدا إن هو قابله هناك، لأن ده شيء أكيد كان هيحصل في وقت ما بما إن هو الوريث القادم لعيلة درويت. فصرخ فيه الدوق وقال له إن الإمبراطور طاغية مجنون قتل والده بالسابق ومش بيهتم بشرعية أي حد.
فقال له جيرمي إن الوقت حاليا مختلف عن زمان، وإن الإمبراطور كان لازم يثبت نفسه بأي طريقة، واللي ساعده في إثبات شرعيته هو إن الشعب كان سأم من الإمبراطور السابق. وأكد له جيرمي إن الإمبراطور مش هيقدر يتخلص من عيلة درويد بسهولة. ففكر الدوق للحظات وقال لنفسه إن بكده ممكن مخططهم ينجح. فسأله جيرمي عن إيه هو المخطط ده، وإذا كان بيخطط لشيء مع الماركيز سيوس، لكن الدوق رفض إن هو يجاوبه وقال إن ده مش من شأنك. ففكر جيرمي بإن هو لازم يزرع الشك ما بين والده والماركيز سيوس علشان يمنع تنفيذ المخطط اللي هما بيخططوا ليه. وقال له جيرمي إن هو ما ينفعش يستمر مع الماركيز سيوس، خصوصا بعد اللي حصل وإن كل العيون حاليا اتوجهت ليهم، وحذره من إن هو يراسله لأن الإمبراطور أكيد هيعرف. وبلغه كمان إن كل اللي شاغل الماركيز حاليا هو إنه يبرأ نفسه قدام الإمبراطور من إن هو ملهوش أي علاقة بعيلة درويد، وأكد له بإن الماركيز استغله ورماه. وفي الآخر طلب منه إن هو ما يثقش كتير في عيلة سيوس. وبنروح لإليجا اللي كانت بتساعد والدها في العمل، وقال لها والدها إن هو هيجيب مساعد علشان ما يرهقهاش كتير في العمل، وبالرغم من إنها بتكون سعيدة بالعمل معاه بس بتوافقوا على الفكرة. وقالت له إنها قررت إنها ترسل كارلايل للأكاديمية، وعلشان كده هي عاوزة تقضي معاه وقت أطول. وبتوصل لها رسالة من المعبد واللي دعاها فيها الكاهن للغدا معاه. فقالت إن أكيد الأمر بيتعلق بالتبرعات اللي هي أرسلتها بالفعل لدار الأيتام، وفكرت بإنها ما عندهاش علاقة أبدا بالمعبد من وقت ما كانت إمبراطورة، لأن ريموند كانت علاقته سيئة بالمعبد، وإن أكيد المعبد مستاء لأنها ما اتبرعتش من خلالهم، خصوصا إنهم بيمروا بضائقة مالية. وقررت إنها مش مهتمة بلقائهم، وبالتالي فهي مش هتقبل الدعوة. فسألها دوكو إذا هم شنوا هجوم عليهم، فطمنته بإن وضعهم حاليا اتغير، وإن هم مش أغبياء علشان يعملوا كده، ولكن لو عملوا كده فهي أكيد هتكون مستعدية ليهم. في نفس اليوم ده بيزور الإمبراطور الدوق كروفت في قصره، وقال له ريموند إن هو كاله علشان يطمن على صحته لأن هو عرف بإن هو قرر العودة للعمل، وأمره بإن هو ما يرهقش نفسه أبدا. وسأله ريموند عن إليجا وكان عاوزها تنضم ليهم. فاتفاجئ الدوق من طلبه، وبسبب نظرة الدوق ليه حس ريموند بالخوف واعتقد إنها اختفت فجأة تاني، لكن الدوق قال له إنها مش موجودة لأنها بتحضر اجتماع عمل. فطمن ريموند وطلب منه إن هو يزوره في القصر الإمبراطوري تاني يوم. وفي الليل بتظهر إليجا مع كارلايل وهما بيقضوا وقت ممتع في ساحة الإمبراطورية، وبيكون معاهم زيت. وكان كارلايل سعيد جدا وطلب من والدته إن هو يلعب مع الأطفال، فهي بتوافق وبتقول له إن هو ما يبعدش عنها. وقالت إليجا لزيت إنها حزينة إنها هترسل ابنها بعيد عنها وإن الموقف صعب عليها. فطمنها زيت إن هو طفل ذكي وهيتأقلم بسرعة، وقال لها إنها تركت حياتها للحفاظ على حياته هو، وأكد لها بإنها أم رائعة، وطلب منها إنها ما تلومش نفسها أبدا. فبترتاح إليجا من الكلام معاه وبتشكره لأن هو دايما بيدعمها باستمرار. وبيكون في احتفالات وألعاب نارية والمكان بيبدأ يزدحم، فبتقرر إنها تحضر كارلايل، لكنها بتخاف جدا لما بتلاقي إن هو اختفى من قدامها ومش موجود مع الأطفال. وفي نفس الوقت ده بيظهر ريموند وهو ماشي في الشارع ومتخفي، وكان بيفكر في المقابلة السرية اللي حصلت ما بينه وما بين جيرمي درويت من وقت قليل، ووعده جيرمي بإن هو هيغادر الإمبراطورية بمجرد ما تصبح آمنة. فسأله ريموند إزاي هو ممكن يثق فيه، فاعترف له جيرمي بإن هو عنده مشاعر اتجاه إليجا لكنها لسه مخلصة ليه هو، ووعده بإن هو مش هيخونه أبدا. وبيرجع ريموند بأفكاره وهو بيقول لنفسه إن هو منزعج منه جدا. وهنا بيسمع ريموند صوت بينادي عليه، وبنلاقي إن هو كارلايل اللي طلب مساعدته. وأول ما بيشوفه ريموند بيشبهه بإليجا وبيكون مصدوم من مدى الشبه اللي ما بينهم. وسأله ريموند ليه هو لوحده فين والدته، فبيبان الخوف على كارلايل وبيبدأ يبكي. فبيطمنه ريموند بإن هو هيكون معاه وهيساعده، وبيقربوا منه بسرعة، بس بيتصدم جدا لما بيحس بإحساس غريب من ناحيته، وقال إن هو عادة مش بيرتاح في معانقة الأطفال، لكنه مع الطفل ده حاسس براحة كبيرة، وإن هو عاوزه يفضل في حضنه لوقت أطول وما يبكيش. وفضل يطمنه ريموند وسأله عن اسمه، فقال له إن هو اسمه كارلايل وإن أمه اسمها إليجا. فبيتصدم ريموند جدا خصوصا لما بيشوف أمه جاية عليهم من بعيد وبتنادي عليه، وبالرغم من إنها بتكون مغيرة شكلها بس هو طبعا بيتعرف عليها بإنها هي إليجا حبيبته. وبيفضل ريموند مصدوم وبيتسائل إذا كانت هي أم فعلا. والمفاجأة الكبيرة بالنسبة له لما بيشوف جيرمي بيجري عليهم وتسائل هل هو والد الطفل. ولما بيكونوا كلهم متجمعين مع بعض قال بحزن إنهم عيلة مثالية وإن هو ملهوش مكان ما بينهم. ولما حاولت إليجا إنها تشكر الشخص اللي لقى ابنها فجأة بتلاقيه اختفى من المكان نهائي. ولما بيرجع ريموند لمكتبه بيفضل سارح وبيفكر هل كل اللي هو شافه ده كان حقيقة وإن إليجا عندها طفل وهو ما يعرفش، وتوقع بإن سنه 5 أو 6 سنوات، وقال إن هو احتمال يكون ابنه هو، بس بيتراجع عن الفكرة لأن هو مش بيشبهه. وافتكر بإن هو لاحظ إن مفيش أي علامات أساور سحرية على إيديه، فاتأكد بإن هو أكيد مش من نسبه. وبيتضايق جدا لما تخيل إن جيرمي هو أبوه، وأمر مساعده بإن هو يتحرى عن جيرمي درويد في المملكة اللي كان بيقيم فيها ويعرف عنه كل شيء، وخصوصا إذا كان في علاقة ما بينه وما بين السيدة إليجا، وإن هو كمان يعرف كل شيء يخص إليجا. وبنروح لليزانا وهي كانت في الحديقة، ودخلت عليها ليلى وبلغتها بإنها عرفت أمر خطير يخص السيدة إليجا، وهو إنها عندها ابن. وطبعا دي بتكون صدمة كبيرة بالنسبة لليزانا، وأكدت لها ليلى إنها حاليا بتخبي الطفل في قصر في ضواحي العاصمة. فاتسألت ليزانا ليه هي ممكن تخبي ابنها، وقالت بغيظ هل ممكن الطفل يكون ابن الإمبراطور.
وقالت لها ليلى إنها شافت الطفل من بعيد وإن هو بعمر 5 أو 6 سنين وإن هو شعره أشقر وعيونه بنفسجية. فبتستغرب ليزانا إن هو شعره مش أسود، وفكرت هل هي وقعت في حب شخص تاني بعد طلاقها من ريموند بالرغم من حبها الكبير ليه، وإن أكيد في شيء مريب لأن موقفها كان غريب بإصرارها على الطلاق بمجرد ما ظهر إدموند وإنها تروح لبلد أجنبي وتختفي عن الجميع، وتوقعت بإنها عملت كده لسبب خطير. فأمرت ليلى بإنها ترسل رسالة للدكتورويد وقالت إنها لازم تتصرف وبسرعة. يا ترى ليزانا ناوية تعمل إيه؟ ده اللي هنعرفه في جزئنا اللي جاي بإذن الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وسلام.